مناقيب المحامين في المحافظة اليوم بطعن إلى مجلس الدولة ضد قرار وزير العدل الخاص بعقد جلسة محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد بأكاديمية الشرطة في القاهرة. وقد نظم عشرات من أهالي المتهمين وقفة احتجاجية في ميدان الشهداء على المحاكمة بالقاهرة، معتبرين أن القرار يخالف القانون حسب قولهم. من ناحية أخرى، عقدت أحزاب وقوى سياسية ببورسعيد أمس مؤتمرا حملت فيه المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عما وصفته بتدهور الأوضاع في بورسعيد بسبب الانفلات الأمني والشلل الاقتصادي والإداري. معي من بورسعيد الصحفي أحمد الجمال. أستاذ أحمد، أولا فيما الاعتراض على نقل المحاكمة إلى القاهرة؟ نعم الزميل كريم، أود أن أقول لك أن وزارة العدل تراجعت عن القرار رقم 3001 وأصدرت صباح اليوم قرارا يحمل رقم 3149 لسنة 2012 بإجراء المحاكمات بقصر ثقافة الإسماعيلية في 17 من أبريل الجاري، وهذا ما أعلنه لنا اللواء سامح رضوان منذ ساعة تقريبا مدير أمن بورسعيد، حيث تحدد المكان النهائي الذي ستعقد فيه المحاكمات في قضية استاد بورسعيد بقصر ثقافة الإسماعيلية. وهل هذا يرضي المحتجين من الأهالي؟ نعم الزميل كارم، يأتي ذلك أيضا عقد توصية مدير أمن بورسعيد بخطورة إجراء المحاكمات في القاهرة، والطعن على قرار وزير العدل الذي تقدم به صفوت عبد الحميد نقيب المحامين في بورسعيد وحمل رقم 32839 لعام 66 قضائي صباح اليوم. ولقى القرار الأخير قبولا لدى الشارع البورسعيدي وأهالي المتهمين الذين أقاموا وقفة احتجاجية بالأمس وقطعوا الطريق الرئيسي لميدان الشهداء من الاتجاهات الأربعة اعتراضا على قرار انعقاد المحاكمات في القاهرة، وكان قلقهم بسبب توقعهم بمشاحنات وصدامات كبيرة بين أهالي القاهرة وبورسعيد. وكانت أيضا الأحزاب والقوى السياسية في بورسعيد مساء أمس قد حملت بشكل مباشر ووحيد المجلس العسكري وإدارته تعمد سوء انهيار الأوضاع في كل اتجاه في بورسعيد، وحذرت في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه حزب النور في بورسعيد من الاستمرار في تجاهل المدينة في هذا التوقيت الذي وصفوه بالخطير. ما هي مظاهر الانفلات الأمني والشلل الاقتصادي الذي يتحدث عنه الخبر؟ الشلل الاقتصادي الذي أصاب بورسعيد عقب أحداث استاد النادي المصري في أول فبراير الماضي جاء مع حزمة قرارات